شباك وقصاد شباكنا وعيوننا ما هي شايفة. انا غنيت، انا كنت متأكدة انا اتقبلت. كان نفسي ابقى محامية، معرفش ليه. انتي تم يعني اختيارك للغناء قدام سيدة رئيس الجمهورية. انا والله. وبعدين بقى أنا لحد دلوقتي اهلي بيقولوا ارجعي وحياة ربنا. انا يعني السوشيال ميديا كانت باب كبير لحاجات كتير انا عملتها في حياتي. فنزلت صورة، انا لقيت كمية ناس مشيرة الصورة دي كيف حد تنام زعلانة، ولقيت الناس في البنزينة اتلموا عليا وعايزين يتصوروا معايا. انت عمري. ضيفتنا النهارده مهندسه مغنيه كانت ملكه جمال مصر. معانا ايمي طه. اهلا ازيك؟ ايه بقى الميكس ده؟ الحمد لله والله. انا إيه بقى؟ نفسي مش عارفه والله، زيكم بالظبط. هو يعني هندسه دي والله مش بايدي، بابايا هو اوكي السبب، يعني ماشي. ربنا يخليه لنا طبعا. لازم بنتي تبقى مهندسه. كان يعني مع ان انا بقى كان عن نفسي ابقى محاميه، معرفش اوكي ليه. يعني برضو حاجه غريبه، اغرب من اللي انا من هندسه. محاميه وكنت بقى عايزه ادافع بقى عن المظلومين وكده، وهغير الدنيا والمجتمع. اوكي طبعا بابا قال لي ماشي حبيبتي، طبعا اكيد ان شاء الله، يلا بقى خشي هندسه. حاضر. وباي ذا واي دي كانت تالت جامعه غيرها. انا قبلها اوكي دخلت جامعتين يعني غصب عنهم، وبعدين في الاخر ماشي. كلامهم اللي مشي. اوكي بس ما كانتش من احلامك هندسه دي خالص؟ لا والله خالص، بس يعني في النهايه اللي هو اتخرجت منها بقى وخلصتهم ورا بعض عشان عايزه اغني. امم فعشان بابا ما يلاقيش حجه، فماشي تمام حاضر. انا هطلع لك مهندسه وبعد كده انا سيبني هشوف. اغني بقى. بس امتى حسيتي ان انت صوتك حلو وحسيتي ان انا عايزه اغني بقى؟ والله ما يعني، هو اصلا من وانا صغيره قوي احنا العيله عندنا كلها بتغني على مم. فكره. وعماتي وبنات عماتي مم. بابايا كل الناس الموهبه موجوده في العيله. فهي وراثه يعني. مم. وبعدين جيت في عيد ميلادي السادس. مم. كنت قد كده، خدت أي. المايك ممكن اغني. وغنيت اغنيه صعبه جدا، مم. وقعدوا كده في العيد ميلاد اللي هو ماتوا من الضحك اصلا. اوكي اللي هو ايه ده، بتعملي ايه وحفظتيها امتى وكده. فاكره الاغنيه كانت ايه؟ آه كانت اغنيه قديمه قوي، استنى. هي اتلغت اصلا يعني، ممكن مش حد عارفها غيري انا. أي. اسمها انا بحبك انت، بحبك زي ما انت. انا لا طفله تغني كده، ايوه بس يعني ده على 6 سنين صعبه. تخيل. اي وبتحبي مين يا حبيبتي وفي ايه بس، فغنيت بقى من وانا 6 سنين. اشتغلتي في الهندسه ولا اتخرجتي بس من الهندسه ما لا اشتغلتيش خالص؟ يعني شويه بس، مم. كنت اشتغلت في حاجات كده اونلاين مم. ما كملتش. ما حبيتيش لا مجال الهندسه خالص؟ خالص. لا كنت عايز اسالك على الاستيريوتايب عن المهندسين والكلام اللي بيتقال يعني على اخترت المهندسين. الشخص الصح جدا. لا هو فعلا حوار مم. الايجو ده احنا مم. يعني، ما تقوليش ايمي، مهندسه ايمي، نشيل الالقاب عادي. نشي ممكن تشيل اسمي عادي، بس قول لي مهندسه مهندس. عادي. طيب كان 2008 و2009 ولا 18 و19؟ 18 18 19 19 صح. حصلتي على ملكة جمال مصر. حاضر. انا عايز اعرف بقى بالتفصيل كده الحوار بدأ ازاي؟ والله هو صدفة مم. جدا. أنا كان في واحدة صاحبتي صحفية، مم. كل سنة بتقولي أقسم بالله هتدخلي المسابقة دي هتنجحي وهتكسبي مم. يا بنتي دول عايزين ناس طوال، ما انتي مم. طويلة. لا عايزين أطول مني يا مم. بنتي، انتي تمام والله. فجت في 2018 بعتت لي، قالت لي بصي ده اللينك، شوفي بقى مم. تعملي ايه، أنا زهقت منك. اوكي فقلت لها طيب خلاص تمام. دخلت كده، لقيت باب التقديم اتقفل اصلا. يعني هو كان المفروض آخر ميعاد الساعة 5 تقريبا، أنا مم. داخلة الساعة 6. مم. فقلت هجرب وخلاص، بعت وحطيت صوري وحاجتي وكده اونلاين. مم. وقعدت كده شويه بص الموبايل، لقيت تم قبولك في اوديشن ميس ايجيبت يوم كذا الساعه كذا في اوتيل اوكي كذا كده. ماشي. فتمام يلا، اتقبلت عادي وطولي كويس فتمام. دخلت يعني وقت الاوديشن وكده، طبعا بنبقى كتير قوي. مم. وقتها برضو اتوترت من العدد، احنا كنا 400 بنت اوكي وكلنا حلوين وكلنا معانا شهادات اي. حلوة ومثقفين وتحفة وكده. فأوكي يلا ما نشوف. فدخلت، كان في 14 حد لجنة تحكيم. مم. كان بقى ناس كتير قوي يعني، منهم طبعا ميس أمال رزق اللي هي السي او المسابقة. مم. كان فيهم ممثلين، ريم البارودي، حسام الحسيني، مم. كان أكرم فريد. ده كان بالنسبه لك اول مره تقفي في حاجه زي طبعا كده؟ ايه ده في ايه، بغني كنت الاول، مم. وبغني في الاوبرا ومركز الحريه للابداع وجمهور وكل حاجه. مم. بس اقف عشان حد يقيمني كانت موتراني قوي. مم. هو اي تقييم وامتحانات بيوترني. اي. فدخلت عادي، اتسالت واتكلمت معاهم، وكل حد بيسالني سؤال وبعدين مم. بيعلوا على بعض في الاسئله. اوكي. فبعدين بقى سالوني بقى عن هواياتي، قلت مم. لهم بغني. انا اوكي غنيت، انا كنت متاكده انا اتقبلت خلاص
يعني الاغنيه طلعت حلوه قوي. كانت غنيت ايه ام طيب؟ كلثوم اوكي. انت عمري، وبعد ما غنيت سقفولي واو وكده، فعرفت ان خلاص أنا خلاص مقبولة. كده انا ملك الجمال مصر خلاص. بالظبط. مم. بس وبعدين روحت قعدت بقى طول اليوم بريفرش على البيج بتاعه المسابقه، اشوف اتقبلت ولا لسه، اتقبلت ولا لسه. لقيت اسمي كان اخر اسم، احنا كنا 21 بنت، انا كنت رقم 21. أوكي. اسمي نازل في اخر الستوري، فانا بقلب بسرعه لقيتي نفسك. congratulations وامي طه وكده، والنهارده كنت تمام يعني، واحنا مستنيينك عشان تبداي معانا في المسابقه. اوكي. بدأنا في المسابقة، كان وقت طويل طبعا، وكان في ريهرسلز، كنا بنتعلم ازاي نمشي على ستيج، الكات ووك، حاجات كتير قوي قوي. وكمان كانوا بيدونا حاجات في الاتيكيت، القعدة، طريقة الكلام، يعني كل التفاصيل اللي تتخيلها وما تتخيلهاش. وكمان لازم يبقى عندنا النولج دي من الأول، لو ما فيش قبل ما نولج تقدمي فبرضو كانت حاجات بتزود علينا يعني. وبعدين وصلنا الفاينل، قعدوا يصفصفوا من 400 اوكي. انا كنت توب 5 ميس تالنت، ماشي، وتوب 5 ميس فيتنس، اوكي، وخدت ميس بيست هير، اوكي، وسنتين بقى ورا بعض يعني، ما شاء الله. بس كده. ولحد دلوقتي علاقتي بالمسابقه بصراحه ما انتهتش. دكتور أمير رزق، هي يعني انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، وحد داعم لكل الناس الموجوده. وكمان يعني كانت حاجه بقى بالنسبه لي دي كانت واو، ان انا بغني في حفلات لميس ايجيبت. انا كنت في يوم من الايام بس متسابقه، ايوه، كان بيجيبوا ستار يغني، فدلوقتي انا بقيت الستار ده، ان انا رحت غنيت في حفلتين معاهم، وكانت تجربه حلوه قوي بصراحه. جربتي تقدمي تاني ولا كانت هي بس في ميس ايجيبت؟ لا، بس قدمت في مسابقه تانية. وبعدين الفكره ان هم كان 2024 وكان لازم اسافر فرنسا عشان اكمل باقي المسابقه. اوكي. يعني كنت اوريدي اتقبلت، وكنت برضو واصله للتوب 10، بس كنت وقتها صعب ان انا اسافر قوي، فما سافرتش، ما عرفتيش. لا. بس طيب حته هنا، لو البنات عايزك تقولي نصيحه كده للبنات، او ازاي يقدروا يقدموا على المسابقه دي، ايه الحاجات اللي يهتموا بيها في نفسهم عشان يقدروا يبقوا نقول من 400 الاولانيين؟ طبعا. بص، هو الفكره انه دايما احنا كنا فاكرين ميس ايجيبت، انا واحده من الناس كنت فاكره ان هي واحده حلوه وخلاص. فلما دخلت المفهوم ده اتغير تماما، احنا مش عايزين واحده حلوه خلاص. طبعا شكلك يبقى مقبول، بس وليكي معايير خاصه بالوزن والطول، دي حاجه مهمه قوي. بس لازم يبقى عندك knowledge، تبقي مثقفه، تبقي حد عنده موهبه، عنده فكر بيفكر فيه، ومبدأ ماشي عليه في حياته. يعني انا كان وقت المسابقه برضو كانوا عارضين ان كل واحد يقول لنا لما يكسب ايه البروجكت اللي هيعمله. فانا كان مثلا من البروجكت اللي كان نفسي اعملها ان انا مثلا اهتم بالثقافه والبيئه والصحه وحاجات كتير قوي. فالمسابقه مش بس ان انت شكلك حلو، ولازم تبقي واحده واثقه بنفسك. انت واحده هتمثلي مصر، لازم يبقى عندك سيلف كونفيدنس اكتر، ان انت تبقي عارفه قيمه نفسك. بس وكل حاجات بتكمل بعض، والله كلنا زي القمر في مصر، حلوين ده كده. حسيتي ان هندسه شجعتك اكتر شويه، او دراسه الهندسه وصلتك للنولج اللي انت فيها دلوقتي، ولا الموضوع كان الهندسه بالنسبه لك بالحب وخلاص، انا هاخد الشهاده وخلاص؟ بص، في الاول بصراحه كنت عايزه اخد الشهاده وخلاص، وعايزه اخلص عشان عايزه اركز بقى في اللي بعمله. بس مع الوقت لا، بصراحه ضافت لي. وكمان يعني التكنولوجي بتاعتي بقت، يعني بدل ما كنت واحده بمسك الموبايل العب جيم، بقيت فاهمه في حاجات اكتر. ما بقتش احس ان في حاجه صعبه. اي سيستم دلوقتي هتقولي بس اديني معلومه عنه كده هتلاقيني تمام. فلا، فرقت الصراحه، مش هنكر يعني. 4 سنين برضو كتير. بقى نيجي في حته نقله دبي. انت نقلتي دبي من قريب، وكان في مسابقه برضو هنا، ميس ميدل ايست ونورث افريكا، هي دي ايوه، وكسبتيها برضو. بس برضو يعني كان وقتها في سفر اللي انا بقول لك عليهم ما قدرتيش. طيب حته الغنى بقى، اوكي، عشان احنا عارفين ان انت كان في البومات واعلانات وكان في حاجات كتير كده، بس بقالك فتره كده ايه مستخبيه شويه. حصل. غير لما انت حكيت لنا اللي انت من وانت 6 سنين حسيتي اللي انت بتغني وصوتك بقى حلو، لما اهلك بدأوا يعرفوا الموضوع، بدأوا يشجعوك ازاي؟ بدأتي تنمي الموهبة دي عندك ازاي؟ بصوا، انا كان اكتر
يعني عندي او تحدي بالنسبه لي ان بابايا يقتنع ان انا عادي اغني. انا سامعه من كل الناس اللي كانت بتغني في العيله، عمتي، ان بابا طبعه كان صعب قوي في الحته دي وان هو كان رافض تماما معاهم. اوكي. ف يعني باور بقى الطفله الصغيره little girl كان يعني اثر عليه شويه الصراحه. اوكي. انا عايزه اغني وهغني في المدرسه بس، ومهدت له الموضوع. وبعدين هغني طب في الاوبرا بس، بعد كده طب هغني في الاغنيه دي بس. خلاص بقى يعني هو اقتنع، يا حبيبتي غني خلاص صوتك حلو. فاكره ايه اول اغنيه غنيتيها كانت بتاعتك انتي؟ بتاعتي انا كانت في اغنيه اسمها حكايه الحب. اوكي. دي اغنيه انا عملتها اتنصب عليا وكانت حالتي حاله، اول انتاج لي. اوكي. بس وبعدين بعدها كان عملت ميني ألبوم. وبعد الميني ألبوم عملت بقى سنجل كتير بقى كذا سنجل. المجال برضو بتاع المزيكا والإنتاج ده صعب في مصر، صح؟ أوي. سهل. تفتكري ايه المواقف اللي حصلت معاكي في مثلا حسستك اللي هو انا خلاص مش هغني تاني؟ بص هو ما حصلش الصراحة حاجة تخليني مش هغني تاني، لا أنا باردة في الموضوع ده هغني. بس كان في موقف أنا استغربته قوي. يعني أنا كان في حد يعني هو موزع ومشهور قوي قوي في مصر بدون ذكر اسماء. ايوه. اسمه الثلاثي يا جماعه. ده كان كلمته وخدت رقمه من حد وكده، وقلت له هاي انا بعمل بس اغنيه، وكانت حكايه الحب دي كنت يعني عايزه حد يعمل لي التوزيع بتاعها. فانا عارفه من واحده صاحبتي مشهوره جدا بتغني، فان هو عادي بياخد بالمصري يعني. فقال لي بصي انا باخد بالدولار كذا. قلت له مفيش بالمصري. قال لي لا باخد بالدولار. طب تمام حاضر يلا. وقفت قدامك عقبه دي خلاص. جبت حد بياخد بالمصري وعمل لي تحفه يعني عادي. انت غنيتي في مؤتمر الشباب اي ثينك قدام شباب العالم قدام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحوار ده جه ازاي وجات لك ازاي وقدرتي تعملي ده ازاي؟ بص هو مبدئيا كده انا قاعده عادي، كنت في اوضتي قاعده بلعب على الموبايل. بعدين رقم كده يعني هيدن نمبر بيكلمني، فانا قلت بقى حد بيهزر بقى شوف مين. دايما بقول لك صدف والله العظيم. فرديت فبيقول لي يعني باختصار ان انت تم يعني اختيارك للغناء قدام سيدة رئيس الجمهورية وفي منتدى شباب العالم وبتاع. فبيشرح لي يعني وبتاع. فانا والله. وبعدين بقى انت فاكره المكالمه هزار اصلا؟ هبله جدا. اوكي. بكلم حد اكيد. الكلام ده يا جماعه حد يكلمني في حاجه مهمه يعني ركزي انت بتعملي ايه. وبعدين بقى قال لي تمام حضرتك عامله الفاكسين، ويسالني بقى في تفاصيل حقيقيه. بدات اعدل التون اوف فويس كده. قلت له لا انا ما عملتوش، هنزل دلوقتي. راح قال لي طيب بصي احنا البروسيس كذا والتفاصيل كذا، هيبقى في شرم الشيخ ومنتدى شباب العالم. يعني الموضوع عالميا اكتر، مش بس يعني في مصر وكده. فهنقول لك الاستعدادات وكل التفاصيل، استني مكالمه تانية. اوكي. انا قفلت، انا بص الموبايل كده ايه ده ماما يا بابا ولا اي حد. انا ساكته من الخضه وكان عندي برد. انا على طول عندي برد. ايوه النهارده عندي برد. السلام عليكم. الله يسلمك. فقلت انا هنزل اخد الفاكسين بسرعه ويلا وبتاع، وبعت لهم كل ورقي وحاجتي وحددوا الميعاد. انا كل ده مش مصدقه على فكره. اوكي. مش مصدقه، انا مش عارفه في ايه ومين دول وايه اللي بيحصل. بس ما صدقتش غير سياده الرئيس قدامي. انا صدقتش. ايوه. بس وبعدين رحنا شرم الشيخ. كان في حاجات كتير قوي وناس كتير قوي والتفاصيل كتيره. بس بصراحه في الاول انا طبعا كنت قلقانه متوتره. بس هما يعني هما اذكياء في ان هما خلونا نعمل ريهرسلز كتير قوي. الناس الاورجنايزيشنز اللي شغالين على ده خلى التوتر يخف شويه. خلاص بقى انا عارفه هعمل ايه دلوقتي، هغني فين، هروح فين كده. وباك ستيج انا كنت متاخره. انا كنت اول واحده بستارت في الغنى. كنت لسه مخلصتش حاجات برتبها وكده. وبعدين خدوني بسرعه يلا هنبدا. فانا من التوتر رجع لي تاني ان انا بسرعه طالعه دلوقتي وبينجزوني. وباك ستيج بقى وقفت كده اللي هو خلاص هطلع. اول ما طلعت انا اتبسطت جدا قوي بقى. كنت ببتسم عادي ومبسوطه والتوتر راح. وحسيت الاحساس اللي انا كنت بحسه في الاوبرا. نفس الجمهور بس الاشخاص مختلفين. اكثر اهميه. واكثر يعني ايفنت كبير برضو. ايوه صح. بس في النهايه يعني نفس الاحساس اللي انا بحسه لما بغني.
هديت بقى وغنيت حلو كده مم. وكان الفيدباك كان تحفة بصراحة. مم. ودي حاجة أنا عمري ما هنساها، ايوه عمري. طبعا طبعا. جاتلك اي تعليقات سلبيه قبل كده على الغنى بتاعك؟ انا عارف الناس بتبقى قاعده على النت مثلا مم. اللي هو دي بتغني، دي صوتها وحش، دي شعرها منكوش، دي مش عارف ايه. جاتلك اي حاجه من الحاجات دي قبل كده على السوشيال ميديا؟ ولو جاتلك اتعاملتي مع ده ازاي او تغاضيتي عن ده ازاي؟ أول حاجة خالص كان عندي 16 سنة مثلا، مم. وجالي كومنتس وحشة قوي قوي. أنا على السوشيال ميديا من زمان، اوكي. فكان حد كتب لي صوتك وحش وقعدي في البيت. مم. أنا طفلة عندي 16 سنة ولا 15 سنة، حرام عليك، قعدتني على طول كده. بالظبط. فقعدت اعيط وكده. ماما قالت مم. لي ده عبد الحليم حدفوه بالطماطم، اسكتي صح تعملي ايه؟ صح. قلت لها حاضر. مم. فبعدين شويه في شويه خلاص يعني بقيت، يعني طبعا جالي كومنتس سخيفه جدا وقت ميس ايجيبت، وانا مم. كنت من الناس اللي بحب ادخل اشوف. يعني في ناس بتفضل ما تشوفش ده اصلا، مم. لا انا عايزه اشوف الناس بتقولي التعليقات ايه. فوقتها كان في كومنتس كانت يعني لو انا واحده نفسيا مهزوزه كنت هروح اموت نفسي، يعني هعيط. مم. وفي النهايه تلاقي اللي بعتلك اصلا وكاتبه الكومنت يعني تعالي قدمي طب طالما انت حلوه ورينا. قوي كده. ايوه ايوه. والصوت طبعا يعني حد مم. بقى فاهم حلمي بكر في نفسه طلع مم. هو بيديني نصايح من from nowhere في حاجه مم. هو مش فاهم فيها، ايوه. ومعلومات غلط. كل واحد بيطلع اللي جواه بقى، اللي هو كل انا بقى الفن قاعد يعني انت لو بترسم هتلاقي فنان ما بيرسمش، ما عندوش عمره ما قلم مسك ريشه اصلا، في هيقعد ايده. يقول لك لا انت راسم غلط. أيوة. بقيت خلاص بقى مم. يعني ما ممكن ما ادخل خدتيش اهزر معاهم ما اصلا. اثرتش عليكي خالص بقيت بارده الكومنتات قوي. دي؟ تفتكري طيب ايه اكتر كومنت جالك حلو وشجعك تكملي اكتر، كومنت جالي حلو او رسالة عامة؟ كان وقت ما نزلت اغنيه شبابيك. مم. هو كان في كومنتس تحفه جات لي على الكليب ده، مم. بس منهم كومنت ان ده شكل مصر وده الفن اللي احنا المفروض نقدمه، والصوت مم. ده والشكل، كل حاجات كانت يعني تشجيعيه جدا. مم. والكومنت ده بصراحه مش هنساه، موجود لحد دلوقتي. عاملة له بنت طبعا فوق اه كده. ينفع تغني لنا حتة من شبابك؟ طبعا. شباك قصاد شباكنا وعيوننا ما هي شايفاه، امطر في عيونه شباكنا فوقعنا حول الله، وسهرنا وجبنا اخرنا وبنستنظر ليالي، وده بيسلم على كيفه وتلاوي ابن الايه. وعدى يومين ولا زارنا وتنه الشباك مفتوح، لا اشتاق يعرف اخبارنا ولا بيقرب ويروح. شباك اللي مصبرنا لا يبص شمال ويمين، فينك ياللي مسهرنا والناس كلها نايمين. دي من كلماتك؟ لا كلمات اوكي. سلمى رشيد، اوكي. بس الاغنيه دي انا هي بحبها قوي. تحفة صورناها جميلة. في اسوان وكان ليها اجواء تحفه. مم. جميلة قوي. لو قلتلك تعملي دويتو مع مين من الوطن العربي تحبي تعملي معاه دويتو؟ قول مش مع مين. انا عندي ليست كده مم. خلاص بقى ينفع عندي ان انا اختار، أيوة. هختار ناس كتير قوي. مم. يعني انا بحب تامر حسني قوي، هو اكتر أوكي. حد عمل يعني دايز كتيره قوي قوي مع مغنيين بره مصر، عالميين ومصريين. اوكي. وحتى مؤخرا عامل مع سوريين اللي هو شامي. شامي. صح. فتامر اكتر حد، وعامل طبعا مع شيرين كان عامل أكيد ليركس طبعا. كتيره قوي. مم. فتامر حسني بصراحه. عايزه مع ويجز، انا بحب أوكي. ويجز قوي، اوكي. فممكن حاجه مع ويجز بنفس مم. شكل الميوزك بتاعتي. مم. وفي حد انا اوريدي كلمته وهو احمد مكي. اوكي. انا هموت واعمل مع احمد مكي اغنيه، ماشي. وهو بصراحه كان حد سبورتيف جدا اوكي. وقال لي ليتس دو ذات يعني، بس حصل بعدها ظروف فما عرفناش ان احنا عرفتوش تكملوا نشتغل على ده. اوكي. بس احمد مكي انا يعني نفس الفيجن اللي كان عامله مع دنيا سمير غانم، مم. يعني الشكل الاغاني اللي كانوا عاملينه مع بعض ده حلو قوي. مم. فنفسي اعمل حاجه زي دي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. فكرتي تمثلي؟ خدت ورش. اوكي. بس انا قبل ما افكر امثل مم. يعني كنت مضطره اخد ورش عشان الكليبات بتاعتي مم. كان فيها حاجات دراما وفيها حاجات كان فيها ستوري بورد، كنت مم. لازم ابقى بعرف امثل علشان اغني الاغنيه دي مم. واعمل الكليب يعني. اوكي. فرحت اخدت ورش، كان وقتها غصب عني وكنت متضايقه قوي، انا مش مم. عايزه امثل، انا مش بس لازم هعمل عشان تعملي اوكي. واعيط ازاي واحزن ازاي، وكان تفاصيل كتير قوي. وبعد شويه لقيت نفسي الله ده حلو قوي، انا اتبسطت
يعني اوكي. انا بجرب، انا حاسه الموضوع ايزي، ان انا عارفه اكت حلو في الفيديو وكده، والناس كانت بالنسبه لها مقنع اللي انا عملته. ف قلت يلا ممكن اعمل كده. رحت اخدت ورشه مع المخرج حسني صالح، من اهم مخرجين مصر اللي عاملين اهم الافلام والمسلسلات اللي ليها علاقه بالصعيد. صح. تحفه. رحت اخدت مع ورشه طويله يعني 3 شهور او اكتر كمان، وبعدها اخدت ورش تانية. وبيدو انا كنت بمثل مسرح زمان وانا صغيره، فحسيت انه متعدده المواهب من يعني. زمان. بس فحسيت انه دي جود ساين، يعني يمكن انا كنت عايزه ابقى مثلا بمثل وبغني. ففكرت اعمل كده، وجالي بالفعل كان ورق يعني فيلم، بس كان مش شبهي خالص، فما قبلتش يعني. انا برضو بيكي في الحته دي. اوكي. فحسيت انه لا، عايزه حاجه تبقى اكتر بتخدم شكل المزيكا، او بتخدم يعني حاجه ميوزيكال اكتر. اوكي. فمستنيه ان شاء الله. طيب فكرة بقى اللي انتي نقلتي الامارات وسبتي بقى مصر خلاص ونقلتي هنا، وان شاء الله تستقري هنا. الخطوه جات لك ازاي؟ الفكره جات ازاي؟ اهلك تقبلوا الفكره دي ازاي؟ لحد دلوقتي اهلي بيقولوا ارجعي وحياة ربنا. قبل ما ادخل هنا الاستوديو بدقيقتين هي راجعه امتى، وحياة ربنا بابا امبارح بيقول لي هحجز لك يلا. والله انا بقالي هنا كتير يعني 10 شهور، انا قلت فقدوا الامل. لا مفيش. والله الفكره جت فجاه، يعني انا قاعده كده، طب ما انا باجي هنا كل سنه، وكل سنه ببقى مش عايزه ارجع مصر، يعني عايزه افضل هنا شويه، مبسوطه بالاجواء والبلد وكده. بس يعني كنت باجي اقعد 3 شهور شهرين مع عيلتي. وبعدين جيت بقى قاعده كده فجاه، قلت لا انا عايزه اروح اعيش هناك، يعني واي نوت. يعني شايفه 3/4 صحابي نقلوا هنا، وعادي البلد هنا مرحبه بكل الشعوب الحقيقه. ده حقيقي. which is ان انا لو جيت هنا مش هحس بالغربه، كان احنا مصريين هنا برضو كتير عادي. صح. بس فخدت القرار، وهم لحد برضو اخر وقت هم دايما فاكريني ان انا بهزر، يعني محدش بياخدني على محمل الجد. انا بقالي 10 شهور يا جماعه. يعني والله العظيم. يعني في الاول انا رايحه يا حبيبتي حاضر، فحجزت. دي حجزت، طب روحي شهر وهترجع، هتزهق دي قعدت، دي كملت، طب ايه انت ما فيش. وكان طبعا في حاجات كتيره في الاول، يعني صعوبات بتواجه اي شخص بيجي من بلده. كفايه احساس الغربه، يعني انت مش وسط بلدك واصحابك وكده. وكان في حاجات كتيره، يعني مش عايزه ابقى كئيبه، بس في حاجات كتيره حصلت لي في ال10 شهور دول، احداث كتير قوي، مع ان انا كنت ممكن على 3 سنين في مصر ما فيش اي حدث جديد، ما فيش اي حدث. يعني نفس الروتين بتاع كل يوم، ما فيش اي تغيير، حتى اوضتي ما فيهاش اي حاجه اتغيرت. ففي 10 شهور انا حياتي اتشقلبت اصلا. هي حاجه كتير. بصي هي الفكره عامه، اي حد بيسافر بره الكومفورت زون بتاعته. يعني انا فاكر نفسي مثلا، انا اول مره سافرت كنت رايح الصين. يا نهار ابيض. ومفيش بقى اللي هو انا عمري ما طلعت بره مصر، يعني ما اعرفش طريق مطار القاهره منين اصلا. اللي هو وشاب كبير، يعني كنت كام، كنت 25 سنه او حاجه. اوكي. ولقيتهم قالوا لي مره واحده يلا انت روح الصين. حلوه الصين. وانا كنت فرحان ان انا هروح احضر حاجه وارجع يعني اسبوع. قالوا لي لا هتقعد 10 شهور في الصين. 10 شهور. فعارفه اللي هو انا فرحان، بس في نفس الوقت انا مخضوض انا جدا. هعمل ايه يا جماعه هناك وبتاع. بس لما الواحد بيسافر وبيبدا يشوف الدنيا ماشيه ازاي وكده، واحده واحده بيلاقي نفسه اللي هو بيقدر، فاهمه انها كم. انا كنت شخص سبويلد قوي في مصر قوي. يعني انا عربيتي بابايا جابها لي. اوكي. ما اشتغلتش خالص لحد ما قبل ما انا مهندسه يا جماعه مش بشتغل. فاهم. وحياة ربنا قاعده عادي. حتى الشغل اللي اشتغلته في الاول كان اونلاين، وتاني شغل ليا كان 10 شهور، ويعني كنت سبويلد جدا، وبخلص مصروفي كله بمرتبي على ضوافري وشعري واللبس وحياة ربنا. فاجي هنا بقى عليا التزامات، دوري بقى ايجار ولازم طبعا تشتغلي. طبعا ما ان انا اول كام شهر كتير. سمعت في حكايه كده اتحكت لي اللي انت ضيعتي فلوسك. ده نبذه قد ايه سبويلد. طلعت حاجتي وانا عارفه يعني عادي هبقى هفتكر حاجتي. اوكي. حطيت كل الحاجه اللي في الشنطه في الحمام، يعني محدش ذكي بيعمل كده. وراحوا وقعت المحفظه غالبا مني من الجنب او حاجه، وخدت بقيه الحاجه لمتها فيهم روج. والله العظيم لو حد لا يا جماعه يقول لي في حاجات ضايعه هنا يا جماعه. في روج اهم من الفلوس. امتى بداتي تدخلي بقى حياه السوشيال ميديا والكونتنت كرييشن بقى، ويبقى ليكي اكونت على انستجرام وتنزلي كونتنت وكده؟ بدري قوي، بس قبلها يعني انا كنت بس مكتفيه بالبروفايل بتاعي اللي هو البرايفت العادي بتاعي ده،
وبنزل عليه اي حاجه. فبعدين كان في واحد زميلي في الكليه كان اسمه علي. علي ده قال لي عملت لك البيج دي خديها ليكي. قلت له ليه؟ اصلا ما كنتش بنشر عليها حاجه من كتر ما انا مش مقتنعه. ما البروفايل بتاعي حلو اهو بالظبط، وقدم عليه حاجات اكتر. اي صح. لحد دلوقتي البيج دي معايا يعني بتاعتي على فيسبوك. بس فما كانش عندي الكونسبت ان انا ليه. وانستجرام عملته لان كان ترند ان في حاجه اسمها انستجرام. فعملته من زي الناس. بعد كده لقيت انه لا اتس باور اوف سوشيال ميديا يا جماعه، ده حاجه مهمه قوي طبعا قوي. انا يعني السوشيال ميديا كانت باب كبير لحاجات كتيره انا عملتها في حياتي كبيره. يعني اول برنامج جالي كان عن طريق السوشيال ميديا على CBC. انت متخيل؟ يعني عشان بس بدأتي وراديو انا عملت كذا انترفيو في الراديو كتير وعلى FM وحاجات كتيره قوي. نفسي والله الاقي الحاجات دي. فاكره اول فيديو غنى نزلتيه على انستجرام كان ايه؟ فيديو غنى كانت اغنيه شو حلو. اوكي. ودي راحت فايرال دي صح؟ جابت يعني ارقام ناس كتيره قوي عجبها صوتي وانا ما كنتش حد لسه يعرفني يعني. نستعيد الذكريات بقى ونغنيها. يلا. بس تيجي اعمل لك حاجه لأم كلثوم. ماشي يلا براحتك. انا بحب الاغنيه دي بس انا بحب ام كلثوم قوي. يلا غنيها انت عمري مثلا. ماشي. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح واللي ابتدى بنورك صباح انت عمري. الله الله الله. ايه الجمال ده. ام كلثوم رجعت خلاص. خلاص كده. امتى حسيتي انك مشهوره؟ بص هو اصلا في شهرة فيك احنا بنحس بيها بس اول ما ننزل اول فيديو على انستجرام ولا حاجه. ماشي. وفي شهرة بجد. يعني انا كان في فتره انا طلعت فيها ترند في المغرب، ترند قوي جدا اصلا من غير اي سبب. نزلت صوره كان الاهلي بيلعب مش فاكره مع مين والله، يعني مش فاكره النادي، وهم في 2 ناديين ضد بعض في المغرب زي الاهلي والزمالك عندنا. فكانوا مستنين ايه ان الاهلي يكسب الفريق ده. اوكي. عند في الفريق التاني اللي في المغرب. ماشي. انا طبعا ولا افقه شيء في مين في المغرب انا مش شاطره. اوكي. بس انا بحب الاهلي عادي. اي. فنزلت صوره انا لقيت كميه ناس مشيره الصوره دي لابسه تيشيرت الاهلي او حاجه. اوكي. كارثه. وقاعدين بقى يقولوا كيف هذا تنام زعلانه ومش عارف مين ينام مبسوط، ودي دي ينفع تزعل وده ينفع نادي اللي هي بتشجعه يخسر. ترند. انا اتخضيت جدا. بعدها بكام يوم طلعت برضو صوره عندي فايرل، برضو صوره معرفش ليه مع ان انا بغني يا جماعه والله صوره تاخدوا سوا. طلعت فايرل برضو، نازله بحط بنزين. لقيت الناس في البنزينه اتلموا عليا وعايزين يتصوروا معايا. اللي هو حاسه ايه يا جماعه. وبعدين هم من الصوره عرفوا ان انا بغني طبعا ودخلوا شافوا حاجات. فممكن تغني في البنزينه، تغني لنا حاجه. تحط لي بنزين العربيه هتقطع. تعمل ايه؟ فوقتها لا حسيت ان انا مشهوره. يعني في مصر انا لا شفت ده كتير. يعني كان في مكان انا كنت بحب اقعد فيه قوي. وكنت وانا في المكان ده بنزل ستوري
وانا في المكان مع البحر كده وخلاص مم. ستوري عبيطه. فبطلع من الكافيه ده الاقي ناس مستنياني بره يتصوروا معايا، اقسم بالله اوكي. وحياة ربنا. مم. كان في منهم ولدين لحد دلوقتي عندي، مم. وبنت كانت من الاردن كانت عامله لي، اسمها رويده، كانت مم. عامله لي فان بيجز كتيره بالهبل اوكي. في حب ايمي طه. والله كبرت الموضوع يا شباب. ايوه يعني ايوه. انا كنت بتخض قوي من الحاجات دي واتبسط قوي. حاسه السوشيال ميديا مسؤوليه عليكي؟ مسؤوليه. مم. انا المشكله ان انا ستيل ما عنديش الكونسبت ان انا اعرف انزل ايه مثلا وما انزلش ايه. يعني انا في مم. فتره كنت بحكي لهم قصه حياتي. محدش يسيب لي الموبايل هنا اكتر من 5 دقايق. اوكي. بقعد احكي مع الناس عندي، مع الفولورز والفانز بتوعي، بحكي لهم انا بعمل ايه ورحت فين وجيت منين ومين مش عارف مين راح فين مم. قصه حياتي حرفيا. وكنت بقعد بتكلم معاهم كتير قوي، بشير اي حاجه تيجي على بالي، مع اني ممكن اسير الجدل في حاجه وانا زي العبيطه ايوه نزلت انت الستوري ورحت منزلها نمت خلاص صح. ايوه ايوه. جدا، فكارثه. مم. فانا يعني حتى ما عنديش الكونسبت انه لازم ده بروفايل بتاع حد بيعمل كونتنت وبيغني، لا ما عنديش الفلتر ده، كارثه أوكي. بجد. عايزين نبارك لك على الخطوبه اللي الله تمت من يبارك كام فيك. شهر. الف مبروك. ثانك يو، الله يبارك فيك. لو هتوجهي له اغنيه تيه ربنا فيك. هتبقى ايه الاغنيه دي وهتغني لنا منها حته؟ بجد مم. ايه دي؟ الاغنيه اللي انت اي هتوجهها له اغنيه؟ انت بقى براحتك. ده سؤال صعب قوي. شوفي بقى انت بقى مش انت حاجه في بالي والله. ايه اكتر هو اغنيه بيحب يسمعها منك مثلا؟ مني مم. غير انت كتير. عمري، اكيد انت عمري طبعا كده كتير قوي، بس هفتكر لك حاجه. ماشي. طيب ممكن عايزين نبعت له كده حاجه حلوه من البودكاست. رجب مع صاحبك على حسابي. ممكن مثلا نغني العيون السود مثلا. ماشي. وعملت ايه في ناس سنين، عملت ايه فرقتنا، لا غيرتنا، لا ولا دوبت فينا الحنين. السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان الزمان. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود. احبك وانت عارف، ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي. وبحبك. بص يعني مش عارف اقول لك ايه دلعك الصراحه الدلع. بعد خلاص يعني بعد الفيديو ده خلاص كده تعمل اللي هي عايزاه. عامه في سؤال انا بحب اساله للضيوف عندنا، لو الزمن رجع بيكي 10 سنين ورا، في حاجه كنت هتغيريها في حياتك ولا انت الترتيبه اللي ماشيه دي هو ده اللي انت حلمتي بيه؟ بص، هو انا يعني كنت لسه بفكر في الحاجة دي من والله العظيم من كام يوم، وبقول لو رجع بيا الزمن، طب مثلا كنت فضلت في مصر، طب كنت غيرت ايه في اللي حصل؟ طب زمان هتفتكر حاجات كتير قوي. لا مش هغير حاجة، مبسوطة وممتنة وراضية بكل حاجة، غلط أو صح، قرار غلط، ناس غلط، كل حاجة حصلت في حياتي حلوة أو وحشة هي غيرتني. بنت في شخصيتي سايد جديد أنا عمري ما كنت هوصل له. ما احنا هنفضل نغلط فبنتعلم فبنبني في شخصيتنا حاجات. صح. فأنا لا بالعكس، أنا يعني لو رجع بيا الزمن يعني من يوم ما اتولدت، مش 10 سنين بس، لحد النهاردة
انا هعمل كل حاجه حتى لو انا عارفه ان ده غلط، هعيده تاني هو بغلطه مم. بصحه بكل شيء، علشان ده اللي غير وكون في شخصيتي السايد الجديد اللي انا بيه دلوقتي. مم. يعني انا عايزه لسه اكتشف ولسه عايزه اعرف حاجات زياده عن نفسي، بس لحد دلوقتي راضيه وممتنه بكل شيء حصل لي في حياتي، مع ان في حاجات وحشه كتيره. يعني مم. انا حياتي الشخصيه دايما بخاف اتكلم فيها، مم. عشان فيها سايد كتير قوي حصلت لي، كانت صعبه مش سهله. مم. طبعا كان في حاجات حلوه في حياتي، عيلتي، الدلع اللي انا اتدلعت، كنت اصغر واحده مم. يعني والبنت الصغيره دايما متدلعه من طبعا عيلتها، فكنت شفت كل انواع الدلع في الدنيا. مم. بس في حاجات كانت غصب عن عيلتي وعني، وحاجات بتحصل حواليا كانت وحشه قوي قوي قوي. مم. وفي انا عارفه ان في حاجات ممكن ناس تانية ما تستحملهاش، مم. بس ممتنة حتى للحاجات الوحشة دي، عشان خلتني أقوى في شخصيتي، صح. وخلتني إن الدنيا عامة بالنسبة الإنسان لما لي بيمر بظروف معينة ممكن تبقى حاجات بسيطة أو بتبقى من شخص لشخص مختلفة، بس بتكون في شخصية الإنسان حاجات كتير جدا يعني. exactly. أنا من 10 شهور يعني ما كنتش الشخص ده مثلا دلوقتي خالص. 10 شهور بتوع 10 الإمارات شهور دول. بتوع الإمارات وحياة أوكي. ربنا. تقدري تقولي لي إيه أكتر حاجة اتعلمتيها في ال10 شهور دول؟ أنا ما غير بقتش الصبر. spoiled anymore. I'm not spoiled أوكي. anymore. بقيت بعرف أشيل مسؤولية. يعني مم. دلوقتي يعني حطني في اي موقف في الدنيا، انا في موقفين في حياتي مم. هما اللي عرفوا يخلوني ان انا اتغير شويه. أوكي. انا بابايا كان تعب من فتره، من مم. كذا سنه، وانا في رابعه جامعه، مم. وتعب قوي 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 بشكل كان مش بيقوم من السرير. مم. الحمد لله دلوقتي هو الحمد ربنا لله. يديله الصحه بقى يا رب. كويس. بس في الوقت اللي حصل فيه ده انا كانت مامتي مسافره، كانت مم. اختي بتولد، كانت مامتي هنا في دبي، و وانا قعدت 8 شهور مع بابايا في مرضه، مم. في مستشفيات، ممكن انزل مستشفى 5 الفجر، أوكي. يحصل له حاجه تتعبه فجاه، يجيله غيبوبه سكر، كوارث كانت حصلت لي. انا فعلا الفتره دي حولتني بشكل كبير قوي. رجعت أثرت في تاني شخصيتك سبويلد كتير. جيرل مم. بعد ما بابا بقى كويس خلاص، رجعت تاني. أي. وبعد ما جيت هنا رجعت لا اشيل المسؤوليه. صح. بس انا اكتشفت ان انا لما بتحط في الموقف تعرفي هعرف تتصرف. اتصرف. مم. مش هقعد اعيط لا هتصرف. ممكن اقعد اعيط بعد كده او اعيط في الاول وبعد كده اتصرف. لو أنا قاعد بس دلوقتي. لازم اعيط أي. بعد كده هتصرف. بس حطوني أي. في اي حاجه هتصرف. السؤال التاني بتاعي اللي أنا بحب أسأله للضيوف، ايش؟ شايفة نفسك فين بعد 5 سنين؟ شايفه نفسي في حفله كبيره قوي قوي قوي، مم. او في حفلات كتيره ماشي. قوي 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 وكبيره أوكي. قوي قوي مع تامر حسني. لوحدي لوحدك. لوحدي. اوكي. وتامر حسني هيغني قبلي او بعدي، هو ماشي. براحته. بقابلك عشان الاخير بيبقى ولع. ماشي. وبغني وفي جمهور كبير قدامي حافظ كل الاغاني اللي انا عملتها، مم. ودي حاجه مش صعبه، لان انا يعني مثلا شامي، مم. انا اكتشفت ان هو بيغني من سنين كتيره وعامل اغاني كتير لسه قوي قوي الفترة قوي. الأخيرة ابتدى. مم. اتشهر واتعرف ووصل للحاجات دي مم. مؤخرا. اوكي. وسعد المجرد نفس اغنيه على فكره، يعني مم. اغنيه معلم وغلطانه، مم. دي كانت احنا اللي عرفناه، بس كان في اوكي. قبلها اغاني كتير هو صح. عملها وما كناش نعرف عنها حاجه. صح. طيب انا قبل ما انهي الحلقة بتاعتنا اوكي عندي طلب صغير جدا. اتفضل. هتغني لنا اغنية، انت اللي هتختمي الحلقة مش انا اللي هختم الحلقة. ماشي. هتغني لنا اغنية حلوة وهتقفلي انت الحلقة مع الجمهور. طيب انا في اغنيه بحبها، هو موال، انا اوكي. حافظاه من ادهم نابلسي. هو عامل ميكس كده موال مع اغنيه عبالي. ماشي. عامل ميكس كده اغنيه موال مع اغنيه عبالي، اوكي. فهغنيها لك. ماشي. انا مين بديلوم بين الظالمين، فوري عذابي لو عتيب صد القدر. لا 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 مبلومك، أنا بلوم المجرمين اللي فرقونا وحرموا عيوني من النظر. روحي
إن شاء الله السعادة ترافقك بكل حين، وبكرة إذا الغفران عبالك خطر ورحتي تزوري صومعة عاشق حزين، بدك تشوفي قلب مقطوع الوريد وصورة صغيرة اسمك عليها تحفر. على بالي اكتب غني، على بالي تحكي عاللي صاير فيي وشو غير أحوالي، بحكي اللي مخبى بعيني كيف ضاعت منا الحنية، حتى القلب الكاين طيب كيف ضايع من حالي، يرجع بينا الماضي شوي على بالي بعرف شو اللي تغير فيي وقساني عالغالي، بعرف ما عتباني علي عتب وعاللي كاين فيه، مش هيدا اللي قلبه حبه ولا خصو بي حالي، ولو في امسح له الدمع اللي زرعته عخده، ضويله بلعتني شمعة ورجع كل شي بده يرجع، كل شي مثل الأول على بالي، ولو فيه امسح له الدمع اللي زرعته عخده، ضويله بلعتني شمعة ورجع كل شي بده يرجع، كل شي مثل الأول على بالي. شكرا. Thank you so much. نورتينا في استوديو النجوم، وانا شكراً كنت انبسطتي والله. معانا بجد، جداً. شرفتينا جدا والله، وحاجات كتيرة أول مرة أتكلم عنها بجد اتبسطت إن هي معاكم. شكرا Thank ليكي. you so much. Thank you.